جمهورنا الكريم، حان الآن موعد مع سحر البيان، وأدعو الآن إلى المنصة قمة من قمم الفصاحة خطيب القراء كي يأخذنا في رحلة عبر أمواج كلماته، كلمات تملأ القلوب بقوة الفصاحة، كلمات تتسلل إلى القلوب فتأسرها بجمالها وعذوبتها. باختصار سأدعو إلى المنصة شيخ كلماته كالغيث إذ تصيب أرضا جدباء فتحيلها إلى جنة خضراء، سعادة الدكتور البروفيسور كمال قدة، فليتفضل. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الحمد لله ذي العزة والجبروت. سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك تقول للشيء كن فيكون، سبحانك تسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانك لك العزة والكبرياء. وأصلي وأسلم على أشرف الرسل قاطبة محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد شكره فرض على الأمم، فصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بلال الحبشي وعن الصحابة أجمعين. أما بعد، أيها الكرام، أيها الصادقون، أيها الأشراف، يا أحفاد بلال، يا أحفاد بلال، يا أحفاد النجاشي، ويا حفيدات أم أيمن، حياكم الله بالسلام، حياكم الله بالسلام في أرض السلام، حياكم الله بالسلام في أرض السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أين أبدأ الحديث وإلى أين أنتهي؟ وفي القلب عبارات وعبرات تختلج في صدر محب صادق لله عز وجل، محب صادق في حبكم. ها هو الله عز وجل يكرمنا بلقائكم مرة ثانية، فلله الحمد أولا وآخرا. شكرا شكرا مجلسنا الأعلى للشؤون الإسلامية، شكرا جمعية زيد بن ثابت، شكرا 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 لكم أيها الأحباب الكرام.
شكرا لك يا دكتور نور الدين قاسم. ألف تحية لك أيها البطل الذي استطاع أن يجمع كل هذه الجموع. نترك جزاءك لله عز وجل، هو الذي يجازيك. أيها العرب، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الناس، هذا هو الوجه الحقيقي لإثيوبيا. هذا هو الوجه الحقيقي لإثيوبيا. إن سألتموني عن إثيوبيا السلام، عن إثيوبيا القرآن، أقول لكم تعالوا إلى هذا الملعب لتشهدوا إثيوبيا الحقيقية. فحي الله إثيوبيا أرض العز والسلام. شعب يعشق السلام، يحب القرآن، لا يقبل الذل ولا الهوان. الله أكبر ما أعظمكم، الله أكبر ما أشد حبكم لدينكم، لعقيدتكم، لنبيكم. يوم رجعت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة أخوال النبي بني النجار وهي تشق طريقها إلى مكة، وافتها المنية فدفنت في أرض في أعلى سفح جبل، وكانت تحمل معها وليدها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. شهد النبي مدفن أمه. من الذي احتضنه بعد وفاة أمه ودفن أمه؟ إنها أم أيمن، إنها أم أيمن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يا شعب إثيوبيا، يا أهل الحبشة، إنها بركة النبي أصابتكم يوم أرسل خيرة شبابه إلى أرضكم. نعم، وهم يحملون دينهم على أكفهم. من جعل النبي يختار أرض الحبشة؟ إنه الله عز وجل. من جعل النبي يختار أرض الحبشة إنه الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى. نعم أيها السادة الكرام، اختار الله الحبشة لتكون أول دولة لجوء سياسي لخيرة شباب المسلمين، واختار الله هذه الأرض المباركة لتكون ثاني أرض بعد مكة يتلى فيها القرآن الكريم. القرآن الكريم، نعم، أول ما قرئ القرآن الكريم قرئ بمكة وفي خارج مكة وفي خارج الجزيرة العربية. أول بلد يتلى فيه القرآن الكريم هو أرض الحبشة إثيوبيا، بين يدي النجاشي رضي الله عنه. يوم قال النجاشي للمسلمين عيشوا في أرضي بسلام، يوم قال النجاشي للمسلمين الفارين بدينهم عيشوا في أرضي بسلام، أكرمه الله بأن جعل أرضه أرض سلام. وستظل إثيوبيا أرض سلام، وكل محاولة لجر هذه الأرض نحو الحرب والدمار فهي محاولة فاشلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجيوش المسلمين وللعالم كله، قال النبي:
وادعوا الحبشة ما وادعوكم. حديث صحيح. أتعرفون ما معنى قوله وادعوا الحبشة ما ودعوكم؟ أي لا تبدأوا هؤلاء القوم بقتال، ولكن سالموهم ووادعوهم، فهم أهل سلام لكنهم أهل بطش وقوة وشدة لمن يحاول أن يمس شوكتهم بسوء. الله أكبر ولله الحمد. مخطئ من يدخل مع إثيوبيا في حرب أو نزال. أيها السادة الكرام، يوم خرج عمر بن الخطاب يريد الهجرة كان قويا وهو يحمل سيفه. عمر بن الخطاب قال لمكة كلها: من أحب أن تثكله أمه فليلحق بي وراء هذا الوادي. فخافت قريش منه ومن قوته ومن بطشه ومن قومه ومن ظهيره وظهره وأتباعه. لكن تعالوا بنا إلى بلال. من كان يحمي بلالا في أرض العرب؟ بلال لم يكن يملك قرار نفسه، ما كان يملك نفسه، كان عبدا عند سيده مكبل الأيدي والرجلين، على بطنه حجر لا ظهر له يسنده ولا أحد يعينه ولا أحد يدافع عنه، وكان سيقتل بكلمة من سيده. لكنهم لما طلبوا منه أن يكفر كان يقول: أحد أحد. فقولوا معي: أحد أحد، أحد أحد. رددوا معي: أحد أحد. بلال كان أقوى من عمر وهو يعلن إسلامه، فرضي الله عن بلال ورضي الله عن عمر. يا أحفاد بلال، تعالوا بنا إلى شق آخر وبه نختم. يا أحفاد بلال، حافظوا على أرضكم، حافظوا على أرضكم، وحافظوا على من ولاه الله عليكم. حافظوا على أرضكم وحافظوا على من ولاه الله عليكم. سيادة الدكتور آبي أحمد صانع مجد إثيوبيا، حياك الله بالسلام يا رجل السلام. أيها المسلمون في إثيوبيا، أيها المسلمون في إثيوبيا، والله إنكم لتحسدون على هذا الرئيس الموفق. أمثاله قليلون. فتح الباب أمامكم لتحيوا حياة المسلمين في عزة وشرف، فحافظوا عليه ولا تفرطوا فيه. هذا الذي أتاح لهذه الجماهير أن تجتمع وتلهج بذكر الله وتعلي ذكر الله، فيه الخير وهو مصدر أمن وأمان لكم. أنا زرت الحبشة قبل 3 سنوات فرأيتها، لكن لما زرتها اليوم أيها السادة الكرام، رأيت هذه العمارات ورأيت هذه الطرقات وهذه الجسور. دولة قوية. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. ألف ألف تحية لك سيدي آبي أحمد. أدعو المسلمين في كل مكان وأدعو العرب في كل مكان لأن يستثمروا في هذا البلد المبارك
أول من استثمر في هذا البلد المبارك استثمر صحابة رسول الله، فهو بلد مبارك. أدعو العرب والمسلمين للاستثمار في هذا البلد المبارك الكريم الطيب. عذرا إخواننا في الحبشة، والله نحن مفرطون في حقكم يا أحفاد بلال، والله إنا مفرطون في حقكم. أفضالكم علينا يا أهل الحبشة تطوق أعناقنا يوم الدين. ومن باب رد الجميل نتمنى أن يدرس تاريخكم ومآثركم في البلاد العربية والمسلمين وبلاد المسلمين. حي الله شعب إثيوبيا الكرام، آواكم الله، أكرمكم الله، أعانكم الله، وفقكم الله لكل خير، حياكم الله لكل خير. واعلموا أن الله ناصركم وأن الله معينكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع أصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.